ينسب ويا شيزر ويا قيس العرب، قل للمنايا مرحبا بقبالها، دقت طبول الحرب ولبين الطلب، حيا بداعي الموت بشر حالها، بلغ عصم قله قد النصر اقترب، والرضمة الشمة حمتها ابطالها، وبلغ الحوثي جباه ذي في الجعب معابر الشرفة وابو تربالها. اخي المستمع الكريم، هذه القصيدة من كلمات الشاعر ابو حنظلة السوداني، وهي تعبر عن معركة الشرف والكرامة بين قبائل الشيخ عبد الواحد هزام الشلالي الدعام وبين جماعة الحوثي في مديرية الرضمة. يقوم بالأداء الشاعر صقر البوادي، وشكرا. ينسب ويا شيزر ويا قيس العرب، وللمنايا مرحبا بقبالها، ازدقت طبول الحرب لا بين الطلب، حيا بداع الموت بشر حالها، بلغ عصم قل له قد النصر اقترب، والرضمة الشمة حمتها بطالها، وبلغ الحوثي جابه ذي في الجعب معابر الشرفة وابو تربالها. بلغ الحوثي جابه ذي في الجحاب معابر الشرفة وابو تربالها، له بالكتبه وتخضع له كذب، من قال به يقدر على إذلالها، الكتبه الشماعة مريط الركاب، أقول الحوثي بديتنا فبلغوا عبده يراجع ما حسب، يحسب ما قتله ومن قتله. فبلغوا عبده يراجع ما حسب، يحسب ما قاتله ومن قتلها، احنا رجال الموت من كذب جرب، كل النحر خصمه بحد صالها، ما دام والدعام معروف الحسب، الشيخ ابو خالد نزيح ظلالها، شيخ المدن والبادية ذي من غلب، مشياخ واصحابه تصون جلالها. شيخ المدن والبادية ذي من غلب، مشاخ أصحابه تصون جلالها، ما نقبل الذلة ودا عن الشنب، شيخ القبائل ذي تجي دافعالها، يا شيخنا الدعام جيشك من سحب، ما يقبل الفسلة ولا ينجالها، دوما سود الحرب لا
داعي وجب واصغر فتى منا يقوم بشعالها. دومان اسود الحرب للدواحي وجب واصغر فتى منا يقوم بشعالها. الله اكبر قلتها يا ابو لهب الموت لامريكا وذي لا مثالها. الله اكبر قلتها يا ابو لهب الموت لامريكا وذي لا مثالها. الموت لإسرائيل ويت العجب أسنها أمريكا وأبو قاد قالها. وانتهى لأمريكا الصديقة المقترب كذبه مع الشها على عقالها. وأيضا مع إسرائيل وثقت الصحب وإيران تعزبكم على موالها. نعم حبنا للدين ما هو للرتاب غير الشهادة قط ما نسعى لها. سلام يا دعم ما شب اللهب من قومك النمراني واشبالها. سلام ما رتب وما جيشك ضرب من نايفة الحيد يا جمالها. خبانة بخربك ومن ليها انتسب يا مجدها والعز يا خيالها. خليفة المختار ما خاف وارتهب وولادك الستة تشيل ثقالها. تشهد لك الجوبة وما رب والزوب وعن سوى الحديان وروس اموالها. والختم صلوا عالدماء ما زن سكت مسيلها ورد وفاق ميالها. يا قوم من صلى على سيد العرب صلى عليها الله بعشر مثالها.